ويقولون الله تعالى ما يحاسبنا على الذنب فقط، على ترددات الذنب. انت شايف الطامه؟ يعني هسه واحد رعن عرسوا بيت فلان رمى له مشط، وبعدين قال والله لا ترددات، انت من رميت هذا ذنب. اولا الاسراف لا مسراف، والله ما يحب المسرفين، وثبت الاسراف. لا احيانا الطلقه تطيح على واحد ويتعوق و40 سنه معوق، يوم القيامه اعتقد لو تشفع لك كله ما يفيدك شيء. 40 سنه معاناه العداد يعد عليك. مو بس معاناته، معاناه امه، معاناه ابوه، المصرف الزايد، زوجته عافته، وليداته، هاي كلها اثر شنو؟ بس والله ما يسمعون. لقد اسمعت لو ناديت حيا. انا على يقين اذا تجيب لك حمار والسولف وياه اسبوع يجر عدل، وذولا الله لا يوفقكم. اي والله، وما اعتقد يتوفقون والله، باعراضكم وببناتكم وبرزقكم. وش صار بكم؟ كل الامم ارتقت وانتم تردوا اللي ورا برابره. يعني هسه زعطوط معرس تكدرون العالم كلها؟ فد واحد جايف مات تكدر شنو؟ حتى لو برير ميت ترمي على شنو؟ انت غير مسلم، عندك آداب المسلمين. احنا عندنا الميت من يموت يقول شيعوه، قولوا لا اله الا الله، قول استغفر الله، قول هذا قبل يومين كان يصول ويجول، هسه صار جثه هامده، بعد يومين السرى الي. ابد مو بشر والله، شكله مال بشر اما باطنه. شيخنا لا تزعلهم، اشتعلت صفحه ابو خيرهم، جاملناهم اكثر من اللازم. تدرون يقولون الانسان من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها بالدنيا قبل الاخره شنو؟ البغي على الناس. اكو ذنوب الله تعالى النبي يقول ثلاثه من الذنوب الله يعجل عقوبتها في الدنيا ولا يؤخرها يوم القيامه. شنو؟ عقوق الوالدين، وبعد من ضمنها البغي على الناس. شنو البغي؟ ان تتجاوز على حق الاخر. ابد تكون يعاقبك في الدنيا، يذوقك مرارتها في الدنيا. يقولون مرة الباغي واحد، والأمة إذا سكتت عن الباغي تصبح كلها أمة باغية. هو واحد يرمي، اثنين، والقطاع به 10,000 زلمة، ليش ساكتين؟ إذا صارت الأمة باغية أنزل الله عليهم البلاء، العذاب. شنو هذا الخنوع؟ ايش بيكم؟ ليش هكذا نرضى؟ ليش؟ ذولا المستهترين 4 5 إذا القطاع كله قال له عيب يخاف يبطل. نحن بدل ما نوقف بوجهه نرمي وياه، خاف يزعل. إلى خير؟ والله أنا لو عندي سلطة هذا اللي يرمي الفاتحة ما قال فاتحة ولا أقعد له بشادر أبد أقاطعه. حسوا بروح الناس، خيم الناس. شنو الناس مكدرة؟ والله إذا صار رمي ساعتين واحد لابد أطفاله بالبيت وخايفين مرعوبين. على شنو؟ شنو فرقكم عن أبو طبر؟ هي كلها إرهاب. شنو فرقك عن داعش؟ لا شيخنا خاف يزعلون. أنت ما تفكر بزعل الله تعالى، بس بزعل هذا المتهرئ. والله أغلبهم مو زلم، وحقك أنا مرات أبحث مو زلمة. مرته تصول وتجول، بنت تصول وتجول، مو زلمة. عندك بندقية مال استعراض ولك؟ دي جبهات القتال وروح. على كل هسه حشا الخير. بس أنا وياك ترى لازم لنا دور، مو متفرجين احنا في الإسلام ما عندنا على التل، لو مع الحق، وإذا مو مع الحق أنت مع الباطل. ولو هسه احنا عندنا البعض هم صار عاجز، يعني هسه الواحد بالقطاع إذا أريد شو يسوون بيه؟ لكن لو وياك فد 200 زلمة نكثر جانب الحق، لا أبدا، بس نصفق. ما شفعتم من تصفيق الصدام خبلتوه والعدناهم خبلتوهم. والله هسه لو الله يجزي لنا ملك من الملائكة هم نخبله ونخرب العراقيين. على كل شيء نصفق.